السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتنا قناة ميمونة ديزات تختلت بذوق الليمون. كريمة بدون بيض، العجينة بدون بيض. وصفة بزاف 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 اقتصادية، بزاف ثاني ما تديلكمش في الوقت ليه تحضروها. منعشة بذوق الليمون. نتوما تبغوا تتبعوا بالأذواق، هذا الشيء يرجع لكم. العجينة هذيك الطبقة مقرمشة، طبقة تاع الكريمة تترعد. نبداو بسم الله على بركة الله. ما تنساوش تصلوا وتسلموا على رسول الله بالمقادير. عندي زوج مغارف كبار كما شفتوا تاع مارغرين ولا زبده، نتوما اللي كانت عندكم ديروها تكون بدرجه حراره الغرفه. درت عليهم زوج مغارف كبار تاع زيت، زدت عليهم زوج مغارف كبار تاع ماء. شوفوا انا المغرف هذيك الاولى تاع الماء شغل فاضت لي، فالزوجه درت منها غير شويه. درت ثاني الرشه تاع الملح باش تعدل لي الذوق. مغرف صغيره تاع لافاني وزوج مغارف كبار تاع سكر كلاصي. اللي ما عندهاش السكر كلاصي عادي دير السكر تاع الحبيبات اللي رانا نسكروا به القهوه. هنايا بغيتو تزيدوا لها مثلا، بغيتو ديروها بشوكولا زيدوا لها كاكاو، بغيتو ديروها مثلا كريمه وسوبر كريم هذيك الفوقانيه بذوق الكراميل، ديروا هنايا شويه تاع عطر الكراميل. الاذواق ترجع ليكم نتوما واش بغيتو ديروا. انا بغيت نديرها غير فاني هكا بسيطه، ما بغيتش نكثر على روحي. بديت نزيد في الفرينه. الفرينه انا هنا درت غير بالمغرف كما شفتوا. درت هذوك 3 مغارف كبار معمرين غايه تاع فرينه، زدت عليهم ربع مغرف صغيره تاع قهوه. هذيك كاع المغرف الصغيره اللي عندنا تاع لاتاي درتها. هنايا كما شفتوا مره الاولى درت 3 مغارف. عاود راني نزيد، مبغيتش نقطع لكم المقطع باش تشوفوا شحال درت فرينه، غير سرعت في الفيديو. كما شفتوا درت 9 مغارف كبار معمرين غايه، والنص هذاك جاي شويه ماشي معمر. مهم هكا لو كانت تدزوها تجيكم نص تاع فرين. بالنسبه للفرينه تبقى دائما على حساب نوعيه الفرينه اللي عندكم. انا ما نجمش نقول لكم ديروا 9 ولا ديروا اكثر ولا ديروا قل الفرينه. بالنسبه للناس اللي تقول لي الزبده والزيت كاع مع بعضهم غير وحده فيهم، الزبده مع الزيت تعطيكم واحده القرمشه بزاف شابه. الزبده وحدها ولا الزيت وحدها غادي تجيكم كيما لاباط صابلي، ومن بعد كي يطيب بصح هذه تجيكم فيها واحد القرمشه بزاف بنينه. كيما شفتوا لمتها درتها في ساشي وخليتها في الفريجيدير واحد الربع ساعه ولا مطولتش عليها بزاف للامانه. ومن بعد جيت نحل فيها. هنايا حليتها غير على ساشي. جبت هذا المول اللي يطير هذا، راني درت له الزبده لانه اول مره راني نخدم فيه وخفت بالك يلصق ولا سبحان الله العظيم، فدرت له الزبده كاع نقطعوا الشك باليقين. وجيت نحط حليتها كيما هكا على سمك شويه يكون ماشي رقيق بزاف بزاف وماشي كاع غليظ بزاف، ونجي نحطها في هذاك المول مباشره. ما غادي لا تغبنكم لا والو. شوفوا انا هنايا برك العجينه من حليتها شويه صغيره، فقعدت لي هذيك الحاشيه كيما راكم تشوفوا بلاش. دوك نقلع هذوك الحواف. انا عندي المول هنا ما غادي نستخدم لا موس لا والو. المول جاي شويه الحواف تاعه حادين، نقطع غير بيه. نعاود نحل العجينه، نزيد كميه نبلع هذيك الجهه اللي راها قاعده لي، ونسودي كامل الاطراف ما نخليش الهواء. وكل ما نولي نسودي في جهه نضغط على الحواف هذوك باش تخرج لي هذيك الرسمه من بعد كي طيب في العجينه تاعي. هنايا كما راكم تشوفوا نجيب هذيك الكميه تاع العجين. انا هذوك زوج مغارف فجاتني سواسوا مع هذا المول الصغير. نسودي كلش، ما نخليش كاع الهواء. كل بلاصه نحسها جايه شويه ناقصه منها العجينه ولا نحس بها رقيقه، نزيد لها كميه تاع عجين. كما قلت لكم ما ديروهاش رقيقه كاع رقيقه اللي غير طيبه ومن بعد تنقرض، وما تخلوهاش كاع خشينه. هنايا نثقبها بفرشيطه مليح ونعاود نديرها في المجمد. انا للامانه خليتها 20 دقيقه بالتمام في المجمد. راكم تشوفوا في هذيك البلاصه اللي كانت ناقصه وزدت لها الفرينه. هذا هو السمك تاع الحواف كيفاش جات غليظه، باش من بعد كي نجي نقطع فيها ما تنقرضليش. بالنسبه للكريمه هنايا كي راني نخدم في الكريمه ديجا راها كانت طابت العجينه وراني خليتها بردت. بالنسبه للكريمه درت فيها 2.5 كيسان تاع حليب بارد عادي. نزيد عليهم 3 مغارف كبار تاع مايزينا، ونزيد عليهم ثاني 3 مغارف
ولا 4 مانيش عاقلة شحال، ها 4 مغارف كبار تاع السكر، سكر عادي حبيبات، نخلّط كلش بارد في بارد وبعدها نديها للنار. أنا قبل ما ندي للنار عفوا زدت عليهم 4 مغارف كبار تاع عصير ليمون. أنا بما أنه راني داريتها بذوق الليمون فدرت هنايا العصير تاع الليمون. المرة الأولى كيما شفتو درت غير 3 مغارف وديتها طابت، من بعد اللي طابت زدت عليها نص مغرف كبيرة معمرة تاع زبدة، نتوما ديرو مغرف صغيرة ولا، وذقتها ما جاتنيش حامضة كيما راني باغية أنا، زدت هذيك الكمية تاع جات مغرف نيشان سوا سوا، نخلط قاع مع بعضهم ومن بعدا نجي نفرغ هذيك الكريمة في العجينة تاعي. هذه الكريمة قادرة ديرو فيها كيما قلت لكم قادرة ديروا فيها البيض، ديروا حبة بيض كومبلي وديروا صفار ولا ديروا غير 2 صفار ولا نتوما باش غير بغيتو. انا ما الامانه ما درتش فيها البيض، بغيتها هكا كيما درت عجينه بلا بيض، فثاني درت الكريمه. ندير كاع هذيك الكريمه على العجينه، نسوي لها السطح تاعها غير بمغرف صغيره ونحطها تبرد بجيه. بينو ما جيت خدمت الديكو جيل ولا سوبر كريم بذوق الليمون. ثاني درت ربع كاس تاع عصير الليمون والباقي عمرته ماء. هذا الكاس تاع 220 تاع كاس وليد عمرته ماء. نتوما بغيتو تقلوا ولا بغيتو تكثروا هذا الشيء يرجع ليكم. زدت عليها مغرف كبيره تاع مايزينا ومغرف كبيره تاع سكر، على بالكم باللي اللي راهو حامض بزاف. هنايا هذا العطر والملون تاع البنان للامانه باسكو ما صدتش ملون اصفر ولا، فدرت غير هذا تاع البنان وبديت نزيد غير بشويه حتى تحصلت على اللون الباغيه انا اللي راني باغيه نوصل له الاصفر. ديتهم فوق النار خليتهم حتى خثروا لي شويه كيما راكم تشوفوا هنايا، راه تبان لكم باللي ماهيش زعما خاثره ولا، هي غير تبرد غادي تحكم روحها. جبت هذوك لي طرونش تاع الليم، بغيتو ديروهم ولا ما ديروهمش، انا درتهم فقط كتزيين كاضافه. ونجي نفرغ فوقهم هذيك الديكو جيل ولا السوبر كريم. خواتاتي ما تنساوش ما تبخلوناش بالجيم، ما تبخلوناش بتعليقاتكم المحفزه. اي تعليق كتبوه مهم يكون تعليق محفز. والشباب اللي اول مره يزوروا قناتي ولاول مره يتصادفوا معاها نقول لكم مرحبا بكم. ضغطوا على زر الاشتراك هكا باش يوصلكم جديد ان شاء الله بربي. اذا صح شفتوا بلي القناه تاعي تستاهل الدعم فادعموني، اذا بغيتوا زعما، اذا ما بغيتوش عادي. هنايا كيما شفتوا خليتها تبرد ومن بعد نجي نقطعها. التزيين انا بغيت ندير عليها غير مبشور تاع الليم كيما راكم تشوفوا من الفوق. انتوما اللي كانت عندكم ديروا، اللي بغيتو ديروها ديروها، هذا الشيء يرجع لكم. واللي كانت عندكم في الدار انا درت لها هذا التزيين البسيط، ما بغيتش نكثر ونزيد لها حاجات واحد اخرين غير منها وفيها ملي برك. نجي نقطعها بعد ما بردت الكريمه. هذيك كريمه تاع الحليب الاولى بردت غايه حكمت روحها، هذاك الديكو جيل ثاني برد مليح وحكم روحها. نجي نقطع لكم منها قطعه. جبت الخدميه تاع المنشار ونقطع هنايا هذيك لاباط مقرمشه ديجا راك تشوفوها قدام عينيكم بلي وحدها راها تتفتت فيها بنه شابه بزاف. جربوها بهذه الطريقه ولا كانت عندكم طريقه واحده اخرى خلونا في التعليقات كيفاش نتوما تخدموها. شوفوا لي هذوك الطبقات، هذيك الطبقه تاع لاباط، هذيك الكريمه، هذاك الديكو جيل، كل طبقه باينه، كل طبقه حاكمه روحها. هذيك التحميره الشابه تاع العجينه ثاني اعطوها لون احمر، لون شباب باش تجيكم بنتها زينه خير من اللي تخلوها بيضاء. هنايا غادي نجي نقسمها معاكم كيما راكم تشوفوا. هذيك الكريمه تترعد غير وحدها، جربوها وخلونا رايكم في التعليقات. ما تنساوش ما تبخلوناش بالجيم، ما تبخلوناش بالاشتراك في القناه، ما تبخلوناش ايضا بتعليقاتكم المحفزه. بهذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ونقول لكم تهلاو بزاف في رواحكم. الى وصفه اخرى، الى فيديو اخر، سلام في امان الله.